بقول للمسرح الآتي: أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك شعبا طيب الأعراق. أعطني مسرحا أعطيك رجلا نادرا. أعطني مسرحا أعطيك امرأة مدهشة. أعطني مسرحا أعطيك جيلا ذهبيا. المسرح مدرسة الشعب. عباس أحمد. من هذا الجمع البحث من كل مثقفي ومبدعي وفناني وإعلامي بورسعيد، والذي يسعد هذا الملتقى دائما بتواجدهم الدائم في هذا، لأنه لا يدعم الإبداع الفني فقط، ولكنه يحظى بتكريم كل مبدع في مجاله وفي شتى المجالات. إنه ملتقى راهب المسرح المصري المخرج القدير الأستاذ عباس أحمد. إنها ليلة خاصة جدا، ليلة انسجم فيها الفن مع الأدب، لذا قرر الملتقى أن تكون هذه الليلة ليلة تتويج وتكريم أمير الرواية المصرية دكتور سامح الجباس. الآن مع فيلم وثائقي عن مسيرة أمير الليلة دكتور سامح الجباس. الفيلم من كتابة وتعليق أستاذ دكتور أحمد يوسف عزت، ومن إخراج المبدع الأستاذ أحمد رمزي. تكتمل بمنصة علم، فليصعد إلى المنصة دكتور سامح، دكتور أحمد يوسف عزت، أستاذ عباس أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي وتقديري لجمهور الملتقى من نخبة مثقفي بورسعيد. فرح جدا بهذا اللقاء المبدع، والذي سنعرف من خلال المعلومات الخاصة بأمير الرواية المصرية، ومن خلال الشهادات الحية التي سنسمعها، ومن خلال كلمات هذا المبدع نفسه، سنعرف لماذا نحتاج إلى سامح الجباس. ولكن دائما البداية تكون مع الراهب، فمع كلمة الأستاذ عباس أحمد راهب المسرح المصري. أهلا بكم. حقيقة الفيلم ده يمكن احنا عملنا 42 43 فيلم، لكن أنا حسيت بقشعريرة وحسيت بشيء تاني خالص يغوص به الدكتور أحمد عزت في معنى ما يكتب، لا أن يكتب وفقط، لكنه يغوص، وما يقدرش الواحد بعد ما شافه وبعد العرض الجميل السينمائي اللي عمله الأستاذ أحمد رمزي الاثنين مع بعض، احنا بقينا قد الطموح. ما بقولش احنا
تعدينا لكن بقينا قد الطموح، وان احنا بنشتغل في المنطقه، بنشتغل وعنا على كل مصر، وعنا على كل ابداع، وعلى كل حركه، وعلى كل نغمه بتحصل في بورسعيد. دكتور سامح انا تعرفت عليه في ظرف غريب جدا. واحد من ابناء بورسعيد الدكتور زين في جامعه حلوان، وهو روائي وله اعمال، كلمني عن الدكتور سامح. انا فعلا ما كنتش اعرف، وقال لي ان في لقاء هنعمله، لقاء نهاري، وكان في صعوبه النقل وان انا اروح هذا اللقاء، لكن كلمت الاستاذ سعيد صالح صديقي الراوي الفذ، فهو اداني كل شيء عن الدكتور سامح، واداني الروايه بتاعت سليم العشيق، ودخلت في هذه الروايه، ويمكن انقطعت حتى عن النزول الى الشارع والعالم والمده اللي انا بقرا فيها هذه الروايه الكبيره العملاقه فنا واداء وتكنيكا. حتى انا في كل مره بكتب شيء عن المكرم، المره دي بقول لقد قام سامح الجباس وجعل من السرد لؤلؤا منصورا. سامح الجباس جعل من السرد لؤلؤا منصورا، وجعل سامح الجباس من التكنيك فرائض عقد جهنمية، وجعل من التكنيك فرائض عقد جهنمية. طبعا ده انا يعني اللي بحسه بقوله ما هو الشعر، لكنه معنى داخلي عميق. وبقول له في النهايه اشكرك عباس احمد 2025. وأهدي روايتي الأخيرة تجاربي في المسرح، يعني ده يعني أغلى ما شيء، إحنا ما عندناش أغلى من الكتب، سواء كتبنا أو الكتب اللي عندنا. يعني أنا بيتي متواضع في القاهرة، متواضع جدا، إنما المكتبة مش متواضعة. المكتبة تحوي آثار وكنوز ودوائر معارف يعني، لكن هو ده الكتاب، هو حياتنا واحنا عايشين بيه وله. وشكرا. شكرا راهب المسرح المصري الأستاذ عباس أحمد على شهادته القلبية الراقية وعلى كلماته المبدعة والمتميزة. قبل أن نستمع إلى كلمات الأمير، وكالعادة نحن معتادون على أن كلمته تأخذ في المتوسط من 3 ساعات إلى 4 ساعات. 2010 تفضلت وتشرفت بحصولي على دكتوراه في تخصص النقد والأدب العربي الحديث، وحين تسلمت مهام التدريس للطلاب في منهج النقد والأدب العربي الحديث في كلية التربية وفي كلية الآداب،
أخذت على عاتقي مبدأ أساسيا لم ولن أغيره بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مفاده أني أربط ربطا حيويا وموضوعيا بين الجامعة والمجتمع. فكرة تبدو بسيطة لكنها بالنسبة إلي تعد حجر الزاوية في علاقة الطالب الجامعي بمجتمعه وعلاقته بالمحتوى المنهجي، حتى لا تتحول فروض الدراسة الأكاديمية إلى مجرد كلمات منمقة في كتاب يحفظها الطالب بآلية شديدة ثم أعتذر عن اللفظة دي يتقيأها في ورقة الإجابة وينساها للأبد بعد ذلك. لا، أريد أن تكون المادة موجودة في خلاياه، في عقله، في أعصابه. هكذا نربي الناقد إن أردنا أن نرى ناقدا حديثا مشبعا بالفكر. ولأن الناقد لا بد أن يكون نصف فيلسوف، ولا بد أن يكون جريئا في أطروحاته، ولا بد أن يصطدم، فكان لا بد أن أصطدم أنا أولا حتى يتعلم تلاميذي هذه الفضيلة، فضيلة الارتطام بالحقائق الكبرى بالمفاهيم العليا إلى آخره. عام 2010-2011 وهذه الحادثة يمكن تحدثت عنها منذ يومين، قمت بتدريس أول مقرر لمادة تحليل النصوص الأدبية، وفرضت على أبنائي وبناتي رواية عمارة يعقوبيان. وفي نفس الوقت المادة الثانية وهي مادة النقد فرضت عليهم رواية أيام الإمام للأستاذ الراحل رحمة الله عليه عاطف عبد الرحمن. وكان الارتطام أنني والحمد لله حولت إلى التحقيق وعذبت وسحلت إداريا لأنني درست عمارة يعقوبيان وأيام الإمام. والطلبة بدأوا من حبهم الشديد لهذه التجربة يرسلون للجامعة بخطوط صفراء العبارات الغريبة الموجودة في عمارة يعقوبيان والعبارات الغريبة الموجودة في أيام الإمام. قلت لهم سحقا لكم، إننا ندرس للطلبة مادة صادقة. عمارة يعقوبيان كانت وقتها 35 طبعة، والحمد لله والشكر لله انتصرت عليهم بفضل الله أولا، ثم بدعم طلابي وبدعم أساتذتي. استمر هذا الأمر معي أن أكسر لدى الطالب الخوف من المواجهة والارتطام. لن يكون ناقدا إلا إذا كان جريئا. حتى بشائر العام الماضي حين تشرفت وجاءت لي فكرة ألا أناقش عملا منفردا لكاتب واحد، ولكنني أناقش مجموعة من الأعمال الكاملة لكاتب بعينه في ذات المادة، وهي مادة تحليل النصوص الأدبية. وبحمد الله تم اختيار الطلبة، هم الذين اختاروا الدكتور سامح الجباس ليكون المشروع التحليلي والنقدي لدراسة الطلاب. واستمر طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة بورسعيد في مادة تحليل النصوص الأدبية يدرسون الروايات الخاصة بالدكتور سامح. وقسمت النصوص على مجموعة العمل من الطلاب، كل مجموعة تأخذ نص، وقعدوا يشتغلوا طيلة الفصل الدراسي، وطلعوا بمجلد كبير اسمه نصوص تحت المجهر. حقيقة هذا المجلد أنا بعتبره عندي يوازي رسالات الدكتوراه، لأن كل طالب أخذ يقرأ قراءة منهجية. وبعد أن انتهى الطلاب من جمع هذا اجتمعنا مع الدكتور سامح في جلسة تاريخية أفضى إليهم وأفضوا إليه، وكانت لحظة علمية جبارة. النهاردة موجود معانا
وفد من طلبة قسم اللغة العربية الفرقة الرابعة مادة تحليل النصوص الأدبية، وهم أبنائي وأحبائي أحمد المنزلاوي والإخوة الأعزاء من أبنائي. واستسمحك يا أحمد إن أنت تطلع ونديله تحية بعد إذن حضراتكم. هو الحقيقة طالب ولكنه تحول إلى صديق. هذا الطالب تحدث باسم الدفعة وحابب يقول كلمة في حب الدكتور سامح. الحقيقة الطلبة ارتبطوا بالدكتور سامح لدرجة ان بقت علاقة خطيرة بينهم على الفيس وعلى التليفون والى اخره. هنستمع الى كلمات احمد المنزلاوي ليدر الفرقة وقائد الفرقة الرابعة وهو يتحدث. السادة الحضور، الدكتور أحمد عزت، الدكتور سامح الجباس، الأدباء، ضيوف الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا نحن طلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة العربية كلية التربية أن نكون جزءا من هذا اللقاء الأدبي الذي يجمعنا بالكلمة والفكر والتجربة. جئنا اليوم لا لنكرم فقط كاتبا قدم الكثير، بل لنحتفي برحلة قرائية ونقدية حقيقية عشناها مع أعمال الدكتور سامح الجباس، التي لم تكن مجرد روايات قرأناها، بل مرآة للواقع ونافذة لأسئلة لم نكن نجرأ على طرحها. والشكر موصول للدكتور أحمد عزت الذي فتح أمامنا هذا الباب وأثبت لنا أن الأدب لا يدرس فقط بل يعاش. وهذا التكريم ليس نهاية بل لحظة تقدير لصوت مختلف ولأثر عميق لا يصنعه إلا كاتب آمن بكلمته واحترم عقل قارئه. وقبل أن نكمل فقرات الندوة نود أن نشارككم بفكرة شعرية قصيرة نقولها باسم قسم اللغة العربية الفرقة الرابعة، كلمات خرجت منا لتعبر عما تركته هذه التجربة فينا، لأن الشعر أحيانا يختصر ما لا يكفيه الشرح. دكتور بيكتب بنبض المدينة وعمره ما قال عنها حزينة، بيحب الباسلة وكتب عنها كتير، ودايما بيكتب عن الأساطير. كتب عن إحسان عبد القدوس وقال عنه كلام مدسوس. ولسليم العشي أنا أول الكارهين، ونادي النيل السري أنا أول المشتركين، وبشطارة أخدت كتارة، وغيرها كمان جوائز كتير. أنت سامع الإحساس، أنت سامح الجباس، أنت البورسعيد الأصيل. شكرا حبيبي، شكرا للفرقة الرابعة، شكرا لكلية التربية جامعة بورسعيد. نستمع الآن إلى أمير الرواية المصرية دكتور سامح الجباس وهو يتحدث. بداية أشكركم جميعا حضور، وأشكر المخرج الكبير الأستاذ عباس أحمد على هذا التكريم، ويعني سعيد جدا طبعا بالكلام اللي كتبه الدكتور أحمد عزت الحقيقة المصاحب للفيلم. يعني زي ما قال الأستاذ عباس، هو أنا بالنسبة لي هو كلام يمس القلب، وكلام بالنسبة لي شايف إن هو كبير جدا. بالنسبة للألقاب أنا يعني بعتبر نفسي هو مش أمير الرواية طبعا مصرية، لكن أنا طبعا دي رؤية بحترمها، لكن بعتبر نفسي إن حجر أو طابق. يعني الرواية المصرية ناطحة سحاب، وأنا ممكن أكون بأعمالي ساهمت في إن بنيت طابق من أحد هذه الطوابق. الفيلم الحقيقة أنا يعني أنا حابب يعني هقول حاجة بسيطة، وبعد كده يعني أحب أسمع حضراتكم أكتر، يعني اللي عايز يسألني وكده. لكن الفيلم ذكرني ب يعني مقولة أنا عجبتني جدا، وفي رواية اسمها جامع العوالم لكاتب اسمه إيليا توريانو. في هذه الرواية عبارة بتقول: لا نخلق الشمس بمجرد أن ننزع ستار النافذة. هذه الرواية جت في ذهني وأنا بشوف الفيلم اللي هو بيمثل بالنسبة لي رحلة بدأت في 2006. لأن إذا كان في يعني حاولت إن أنا من 2006 لحد النهاردة أقدم شيء في الرواية المصرية والعربية، فأنا يعني
هذه الأعمال أو هذه الجوائز اللي حصلت عليها الحمد لله يعني ما جاتش بالنسبة لي بسهولة. لكن في يعني في طول الوقت تحدي كبير جدا انت بتخوضه. انا عايز الفيلم الحقيقه انا يعني مش محضر كلمه لان انا طبيعي جاي اتكلم مع حضراتكم، لكن الفيلم فكرني بمشهدين مش موجودين هنا. مشهد يعني الشاب اللي هو بيحب القراءه طول الوقت، وانا احيي صديق علاء الدسوقي، ده احد اصدقائي الاعزاء من اولى اعدادي. علاء يعرف بقى ان احنا قد ايه كنت مهووس بالقراءه وكده ونكتب قصص، وانا سعيد جدا بوجوده. اللقطه الاولى هذا الشاب اللي بينزل القاهره وهو لسه يعني بيدرس في الجامعه، بعد ما خلصت اي مشوار عنده مزار وهو الفجاله، مكتبات الفجالة، بيتلكك علشان يروح يدخل هذا الشارع ويتفرج على الكتب. وتحديدا يمكن انا قلت ده قبل كده بس القاه في القاهرة، لكن هو من المؤثرات اللي اثرت فيا، وانا ذكرت حتى هذه القصة في مقدمة كتابي محفوظ والسحار. انك تبقى عندك مكان بالنسبة لك مكان مقدس، مكان شارع الفجالة مكتباته، مكتبة مصر تحديدا، هذه التجربة الرائدة اللي أنا قريت وكلنا تقريبا قرينا نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس والسباعي وغيره من أعمالهم. فأذكر إن أنا عندي في البيت هذه الروايات، لكني في أي مشوار كنت أروح هناك القاهرة، كمان في الفترة اللي اتجندت فيها في الجيش، فكنت بركب من هناك في الأجازة، فاروح أتلكك عشان أدخل مكتبة مصر عشان أشتري أي رواية، مش مع إن الروايات دي عندي، بس ليه كنت بروح وأتلكك؟ علشان أقف قدام المكتبة، وفعلا كنت طول الوقت كأني شايف نجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وسعيد السحار وتوفيق الحكيم والناس اللي نشرت دي بتدخل المكتبة. وكان في هذه الفترة كان الناشر المدير للمكتبة كان ابن أمير سعيد جودة السحار، ابن سعيد جودة السحار. أنا كنتش أعرفه، وكنت ده أجرؤ إن أنا لما أدخل أعرفه بنفسي، لكني كنت بدخل أبص على ابن سعيد جودة السحار وهو قاعد في المكتب، وبدخل أشتري الكتب واتلكك ان انا امشي جوه المكتبه. وكان عندهم دور فوق كده، وكنت عايز اعرف الدور ده اللي كان فيه مكتب سعيد السحار ولا لا، هو ده الدور اللي كان سعيد السحار بيقابل فيه الادباء دول ولا لا. وكنت امشي في نهايه شارع الفجاله عشان اروح اتفرج على المطبعه في نهايه الشارع في الفجاله، في عماره دي دار مصر للطباعه، وعليها لافته كبيره جدا لبورتريه لهؤلاء الأدباء العظام برسم طبعا الفنان العظيم الراحل جمال قطب. فكنت أمشي لنهاية الشارع عشان أروح عند المطبعة اللي بتطبع هذه الكتب واتفرج. المشهد الثاني بعدها بسنين بمناسبة صورتي مع الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم. الصورة دي كانت في 2006 مع صدور أول كتاب ليا، وكانت في دار ميريت في القاهرة. الصورة دي فكرتني بلقطة قبلها، وهو وقتها هذا الشاب اللي عنده 30 سنة اللي نزل القاهرة معاه ملف مطبوع ورق، هي أول كتاب عايز ينشره، ومعاه عنوان دار النشر اللي هي ميريت وقتها، وكنت مختار دار ميريت وقتها ان انا انشر فيها اول كتاب. في هذا التوقيت 2006 بالمناسبه دار ميريت كانت يعني من رقم 1 في النشر الخاص في مصر، كان اللي بينشر فيها علاء الاسواني في عز طبعا نجاحه، بلال فضل، احمد فؤاد نجم، دكتور سيد ياسين، خيري شلبي، ابراهيم عبد المجيد، اللي هي الاسامي اللي تخوف دي. فهذا الشاب نزل وحافظ وعمال يردد عنوان 5 ب شارع قصر النيل، وطلع خبط ودخل وسأل عن ناشر محمد هاشم وقابله واداله القصص وقال له ان عايز انشرها. ومحمد هاشم
ما يعرفنيش، نشر بقى بنشر ناس كتيره، فعرفني بنفسك. طب نشرت قبل كده؟ لا. طب نشرت قصص في مجلات وجرايد؟ لا. كان في هذه الفتره كان الناس بتنشر في قصص، كان في صفحات ثقافيه كتيره في كل المجلات والجرايد، فالناس بتنشر فيها قصص، فكان نوع من الاعتراف يعني. فقلت له لا، ولا قصه لا. طب يعني ازاي يعني؟ ليه جيت وعايز تنشر مره واحده؟ قلت له ايوه عايز انشر الكتاب وكده. فالراجل استغرب يعني، لا يعني انت لم يسبق، لم انشر اي قصه ولا اي كلمه في اي مجال، جايب كتاب مجموعه قصصيه وقتها عايز انشره في دار ميرت. فقال لي طيب احنا ايه يعني خلينا هديه لبعض الاصدقاء هنا وكده الكتاب، وبعدين ايه اسبوعين 3 كده وتعالى وكده. فالمهم بعد كده لما رحت انا ما كانش عندي في ذهني بالمناسبه انا كنت ده هدفي ان انا هنشر في ميرت، وما كنتش اعرف فيها حد خالص. بقول لحضراتكم كنت ولا العنوان حافظه كده من خلال الكتب اللي قريتها. وبعدين ما كانش عندي بديل تاني، يعني ما كانش في ذهني ان انا هنشر. لو قال لي لا هروح مثلا حته تانيه. فالمهم رحت فلقيت احمد فؤاد نجم، ولقيت حد انا ما اعرفوش، ناس كتير ما اعرفوش. فالمهم ايه، قال لي تعالى، واحد قال لي تعالى هو انت سامح؟ قلت له اه. قال لي ده انا القصص عجبتني وروعه، قلت لهاشم ينشرها ومش عارف ايه. فما مش عارف مين ده، محرج اساله اصلا. فالمهم من بعد شويه وكده ما الناشر اتكلم معايا، فقال لي انت عارف مين ده؟ قلت له لا. قال لي ده الكاتب المسرحي الكبير محمد شرشر. قال لي انت قال لي ده بقى اللي كان بيكتب مسرحيات السياسيه بتاعت سعيد صالح، واللي دخلته السجن ايامها وعملت له مشاكل، والراجل ده صاحبي قوي ما بيعجبوش حاجه. ده كويس بقى انا بصراحه حظك ان هو لقى الكتاب على مكتبي وقراه وقلت هيرفضه. فالمهم ايه يعني اتوفقت فيه. بعدها بقى يعني اول كتاب ده 2006. بعدها بقى الحمد لله كان ليه اصداء، وحتى انا لم اكن اتوقع هذه الاصداء، لكني اذكر كويس جدا ان البدايه، انا ليه هنا بتكلم على هذه النقطه مش بتكلم على الاعمال الاخيره لانها البدايه. انا كنت عايز الناس برضو تعرفني، وانا من البدايه حددت هدفي ان هنشر في ميرت، وانا هكون من يعني طول الوقت بدايتي من القاهره، طول الوقت انا هنشر وهعمل ندواتي وكل حاجه في القاهره. ففعلا بدات بقى لما الكتاب طلع عرفت بقى بالناس في نادي القصه واتيليه القاهره والكتاب دول وكده. وفوجئت بعدها بقى ان يكلمني مثلا دكتور علاء الاسواني، فيكلمني ويطلب ان يعمل لي ندوه للكتاب. كان في هذا التوقيت الدكتور علاء الاسواني طبعا الكاتب الاشهر اللي ما حدش يعني بيعرف يتكلم معاه، وكان بيعمل ندوه في حزب الكرامه في شارع امين سامي في القصر العيني. فلقيته بيكلمني وقلت ده معقوله؟ عملنا ندوه هناك وكانت حضر فيها ناس كتير جدا مهمين، وعلاء الاسواني كان معجب بيه الكتاب. بعد كده مع الاستاذ احمد فؤاد نجم في ندوه في دار ميرت. واذكر جيدا ان انا قعدت طبعا معاه كتير جدا، وكان الاستاذ خيري شلبي والاستاذ ابراهيم عبد المجيد والناس العظيمه دي. لكني اذكر الاستاذ احمد فؤاد نجم ان هو قال لي اكتب لي اهداء على الكتاب. قلت له ما ينفعش، يعني انا اكتب للاستاذ احمد فؤاد نجم اهداء على الكتاب ازاي يعني؟ فقال لي ما هو لازم تكتب لي اهداء. قلت له لا، انا هدي لك الكتاب وانت تكتب لي اهداء على كتابي. وفعلا اقنعته وكتب لي اهداء ما زلت محتفظ بيه بخطه لاحمد فؤاد نجم لسامح الجباس، وعملت كده برضه مع الاستاذ خيري شلبي وغيره. لكن اللي عايز اقوله ان طبعا في هذا التوقيت برضه من الناس اللي انا استغربت يعني افوجئت ان هم كتبوا عني بشكل جيد. بمناسبه المسرح الاستاذ باجي اسماعيل، ويمكن الاستاذ عباس عارف الاستاذ باجي اسماعيل تقريبا ما بيعجبوش حد، تقريبا بيتخانق مع الناس كلها وبيشتم الناس كلها. والله. فحتى انا فاكر ان انا قابلته في اتيليه القاهره وبعدين اديت له الكتاب، فقال لي انت ما لقيتش الا باجي اسماعيل ده يشتمك. كان بيكتب في جريده المسا. بعدها كتب مقال رائع جدا عني والناس بعدها استغربت ازاي يعني. دكتور برضه اذكر بالخير الدكتور احمد الخميسي،
وهو اسم عظيم جدا برضه في النقد والمسرح، وكتب عني مقال في اخبار الادب. مقال بقى في اخبار الادب ده اللي كان باسمي سامح الجباس. فبسبب هذا المقال الناس في بورسعيد بدأت تدور مين هو سامح الجباس، لأن المقال كان بيتكلم على طبعا يعني كلام حلو جدا عن الكتاب، لكنه قال إن هذا سامح الجباس شاب طبيب ومن بورسعيد وكذا. مش عرفني خالص. وفوجئت بعد المقال بالله يرحمه صديقي العزيز جدا محمد الأقطش الله يرحمه قالب الدنيا في دار ميرت، لأنه كان يعرف الناشر. راح قلب الدنيا مين سامح الجباس وعايزين نوصل لسامح الجباس. بعدها الاستاذ قاسم مسعد عليه والله يرحمه برضه. وفوجئت ان طول الوقت الناس بتدور عليا، فلان بيدور عليك، فلان عايز يشوفك، فلان عايزين يعرفوك. فانا اذكرهم طبعا بالخير، واذكر ان الغريبه ان معرفتهم بيا كلهم كان عن طريق القاهره. وقابلت محمد الله يرحمه في القاهره لأول مرة، وطول الوقت كنت بقابله في القاهرة معظم الوقت. لكن اللي عايز أقوله يعني ده بمناسبة الحياة، تذكرت هذا المشوار اللي هو بدأ في 2006. في هذا التوقيت ما كانش فيه الإمكانيات الدعاية اللي موجودة دلوقتي زي السوشيال ميديا. فالنهاردة أي حد آسف خايب ما بيعرفش يكتب كلمتين يقدر يعمل نفسه كاتب بشوية يعني أخيب منه، ناس أخيب منه بتعمل له دعاية بشكل ما، أو يعني بتنجم هذا الشخص. وأصبح دلوقتي اختلاط بقى، يعني الاختلاط اللي موجود دلوقتي ما بين الجيد والسيء كتير جدا. لما بدأت والفترة طويلة ما كانش فيه طبعا السوشيال ميديا ده، فكان فكرة ان انت ككاتب لازم يعني يا اما جريده مثلا محترمه وتقعد تكتب عنك زي اخبار الادب والاهرام وغيره، او الصفحات الثقافيه او المسؤولين عنها او نقاد معروفين، او بيتعمل لك ندوات في مثلا نادي القصه في اتيليه القاهره في الحاجات اللي زي كده. ففي الحاله دي انت بتقدم عن طريق ناس ذات ثقه واساميها مهمه وكبيره للقراء، مش شويه عيال صغيرين يعني للاسف عندهم مشاكل في الثقافة، وقفت قراءاتهم عند مرحلة معينة، فبالتالي أي شيء في هذا الإطار بالنسبة لهم شيء عظيم. فيعني أنا حاليا يعني عايز أقول لكم إن اللي بشوفه، يعني أنا سعيد جدا إن يكون في بورسعيد طبعا كتاب وكاتبات بدأوا يظهروا في الفترة الأخيرة، لكن ما زلت بشوف برضو ان في ناس كويسه جدا مش عارفه تاخد حقها، مش عارفه تظهر او توصل للقراء بشكل جيد، وفي ناس يعني اقل ممكن توصل بشكل يعني سطحيا هو يبان ان هو احسن. فاللي يعني يهمني ان انا اقوله ان ده لا يدعو اي كاتب او كاتبه جداد ان هم يكون مقاييس النجاح عندهم ان هم في بوستات بتجيب مش عارف قد ايه لايكات والكلام الفارغ ده، او فيديوهات مش عارف بتعمل قد ايه متابعات او انا او روايه مثلا بتبيع مليون نسخه. لا، يعني انا بقول لاي حد يعني اذا كان مهتم بالكتابه وهذا مشروعه وهذا يعني غرضه في الحياه، ان هو لا ينظر لهذه الاشياء ويقدم اللي هو شخصيا يكون راضي عنه. وعايز اقول لكم بامانه شديده جدا، يعني بغض النظر عن ان بورسعيد، يعني انا شويه عشان في القاهره طول الوقت فاعرف تقريبا كل الناس، يعني كل الاسامي اللي احنا مثلا تعرفوها. صدقوني يعني انا بشوف السيء وبشوف شخص واحد من الكتاب المهم يعني الجيدين المحترمين، شخص واحد لما تشوفه في ندوه وتشوف الناس اللي حواليه لو 10 مثلا، انت يعني لا يمكن انك تتخيل قيمه ال10 دول ايه. وهناك اخر يعني اقل منه حواليه طابور من هنا لحد ديليسيبس واقفين يوقعوا اعماله وبتتحول لاعمال دراميه وغيره، انت ما ترضاش تسلم عليه. يعني مش ده نوع من الاستخفاف والله ولا باستكبار،
لكنه لا يستحق ان انت اصلا تسلم عليه، لانه اقل من ان هو تعترف بيه او ان انت تضيع وقت انك انت تقرا ده. ده موجود وده موجود، لكن دايما المفروض بالنسبه لي انا شخصيا عيني على الجهه الاخرى اللي هو الناس ذات القيمه. لما واحد بس حتى ذو قيمه يكتب عنك او عن روايتك او عن اي حاجه، احسن من 1000 واحد بلا قيمه يكتبوا اي كلام زي الروايه حلوه، الروايه وحشه، الروايه جميله، الروايه سكر، الكلام الفارغ اللي هو ايه يعني ملأ عقول يعني ناس كتيره وخدع بشبوره غريبه جدا هذا العالم. انا سعيد بالتكريم بالذات في بورسعيد. انا كنت يعني في مشواري روايه بورسعيد كتبت عنها مرتين فقط. في 2008 اول روايه ليا حيل فرنك، ثم 2013 بورتو سعيد. لكن موضوعات رواياتي بعد كده تنوعت في اشكال وانواع مختلفه، لكن ده لا يمنع ان بورسعيد طبعا هي بالنسبه لي والتكريم فيها، وان اي حد في بورسعيد بيقدرني شخصيا ده بيسعدني. واكتر بالمناسبه يعني حتى في القاهره مع اكتر الاصدقاء اللي عايشين في القاهره اصلهم من بورسعيد، كتاب ونقاد زي ما ذكر الاستاذ عباس الدكتور زين عبد الهادي، برضه من اعز الاصدقاء في القاهره واصله من بورسعيد، استاذ في الجامعه. وعايز اقول ان هم فعلا بيفرحوا جدا، يعني اللي هم بقى اللي من بورسعيد وعايشين هناك في القاهره طول عمرهم ونسوا بورسعيد بيكونوا فرحانين جدا لاي كاتب اصله من بورسعيد وبيقدم عمل جيد، وبيكونوا داعمين ليه بشكل قوي جدا. انا يعني اسف طولت على حضراتكم، ويعني انا سعيد ان انا لو حد عايز هو بقى يتكلم او اعرف. شكرا دكتور سامح على هذه الكلمات التاريخيه طبعا حفرت في الذاكره. ان شاء الله احنا عندنا لان طبعا في جزء تاني فعندنا شهادات، ولكن الشهادات استسمح حضراتكم هتكون محدوده شويه، يعني مش هتكون كبيره قوي عشان برضو الفعاليه. وكالعاده احنا جمهور الملتقى الواحد منه ب1000 بامان. النهارده حضور نوعي وليهم كل التحيه والتقدير. مش هنسى ابدا اشكر الهيئه العليا للملتقى، شكرا جدا استاذه ساره على التقديم الرائع والاهتمام. شكرا استاذه فوفا خضر على كل الدعم اللي حضرتك بتقدميه طيله الشهر لغايه لما بنوصل للفعاليه. ابي الثاني سياده اللواء مسعد الزغل، الاب الروحي فعلا لكل شيء جميل، الخلوق والمتواضع والوفي. تحياتنا وتقديرنا للدكتوره عبير عبد السلام، تحياتنا وتقديرنا، ما اعرفش هي موجوده ولا استاذنت، بس هي عامله الحقيقه شغل هايل جدا في الدعايه وبتجتهد كل مره بتعمل فكره جديده، وده شيء جميل قوي قوي. شكرا للاستاذ احمد رمزي على المبدع الغالي اللي بحس ان الكلمات معاه بتاخد ملمح اخر، وهو مبدع في اداره الصوره. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا استاذه نانسي على تعب سيادتك. شكرا لكل عضو شارك، لكننا كلنا طبعا نحيي ونحتفي بوجود الاستاذ محمد فضيل، طبعا ده حبيبنا الغالي، وكلنا تحت غطاء مجلس اداره نادي المسرح بقياده المحاسب المثقف والراقي باشمهندس مجدي مصطفى. تحياتنا وتقديرنا لحضرتك. قلب يسع الجميع وعقل ايضا يسع الجميع. شهادات سريعه جدا بعد اذن حضراتكم. وبرضه احد الشهاده دي لاحد اعضاء الهيئه العليا للملتقى، بالاضافه انه مبدع كبير، وعشان احنا بنتكلم في السرد فلا بد اول شهاده تكون للاستاذ سعيد صالح. السلام عليكم. طبعا انا بشكر ملتقى عباس احمد للابداع لانه النهارده بيكرم روائي، وتكريم اي روائي في بورسعيد هو تكريم لكل روائي بورسعيد قاطبه يعني. ثانيا بهنئ صديقي العزيز سامح الجباس بهذا التكريم لانه تكليل لمشواره الادبي اللي يمكن اكثر من 20 سنه دلوقتي. فرب يديله الصحه كده ويبدع اكتر واكتر. يمكن احنا من جيل
يعتبر تاني جيل في بورسعيد بيكتب الروايه، لو اعتبرنا ان في جيل قبلنا كتب، لكن هي كانت ارهاصات قبلنا. يعني الاستاذ زكريا رضوان عمل واحده عبادي، السيد الخميسي الاستاذ سيد الخميسي عمل بشروش وعمل له جزء تاني وتالت، لكن هي واحده تعتبر روايه واحده. والاستاذ قاسم عمل غزاله، يعني يمكن ما تعتبرش فيها عناصر روايه قوي، وهانم ايضا. لكن احنا نعتبر ما كانش لنا اساتذه للاسف الشديد. يمكن انا وسامح وابراهيم صالح واستاذ عاطف عبد الرحمن، لانه كان هو في القاهره الله يرحمه يعني. استاذ محمد العباسي كان له اكتر من واحده بس توقف الله يرحمه. فاحنا فطرنا يمكن بدري شويه على ان القراءه هي كانت معانا في ان احنا نعرف يعني ايه نكتب روايه، وده كان مهم جدا. فنهلنا بنقرا كتير جدا من عيون الادب، بنقرا في كل الكتب يعني في كل الثقافات، لكن في عيون الادب الروائي قرينا في المحلي وفي المترجم كثير جدا، وفي كتابه الفنيات الروايه وكيف تكتبها وعناصرها واساليبها والتكنيكات والكلام ده كله. فادنا كتير جدا، والحمد لله اصفر يعني ضربنا على نجاحات، وهو قدامنا سامح يعني ما شاء الله حاز على الكثير من الجوائز منها على المصري والعربي، واتمنى له يعني كل يا رب نجاحات ان شاء الله مستقبليه، وربنا يديك الصحه والعافيه. يمكن عشان برضه الناس تعرف، يمكن هنا اللي بيكتبوا ياخدوا شويه خبره. عايزين نعرف مثلا القراءة كيف طوعت وكيف طورت من كتابتك، وكمان ايه الرسالة اللي انت بتكرس فيها، ايه الرسالة اللي بتكرس فيها في اعمالك؟ ايه الرسالة اللي بتكرس فيها في اعمالك دائما وابدا لكي توصلها الى المتلقي؟ لان انت عارف ان الادب مش مجرد تسلية وتسلية عن النفس، ولكنه ايضا معلم. وشكرا. شكرا استاذ سعيد. والاستاذ سامح هيجاوب. القراءة طبعا هي زي ما حضرتك قلت ان تقريبا كلنا ما فيش حد فينا علميا اتخرج من كلية مثلا هي اللي خلته يهتم بالادب، بالعكس يا اما كليات ادبيه زي حضرتك او كليات علميه، فبالتالي هي مجال بعيد. لكن القراءه كانت هي المدرس، هي المدرسه، هي المدرسه اللي فرقت كتير جدا معايا، وهي بتفرق حتى الان مع كل كاتب. وعلى فكره لما اقرا لاي كاتب بعرف اذا كان هذا الكاتب مهتم بالقراءه ولا لا. وفي كتير زي ما كنت قلت من شويه اللي بيكتبوا اعمال رديئه دول اللي ما بيقروش اصلا، وده يعني على المستوى الشخصي بعضهم قابلته ما بيقروش، فبالتالي ما يعرفوش حاجه. القراءه مهمه جدا في حاجتين، الادب العربي والادب العالمي. انا شويه مهتم بالادب العالمي، يمكن حضراتكم عشان اصدقاء مقربين عارفين ده. الادب العربي انا مش طبعا الادب المصري خد مرحله من القراءه بالنسبه لي كبيره جدا، وحاليا اصدرت كتابين يعني يعتبروا نتيجه هذه القراءات، وهي دراسات ادبيه، محفوظ والصحاح، والكتاب الثاني الكشف عن تشايكوف المصري. الاثنين دول عباره عن دراسات في الادب المصري بشكل مختلف عن اللي كان موجود في السنوات السابقه. الادب العالمي بالنسبه لي بقى مهتم جدا بقراءته، علشان الرواية عندنا في الرواية العربية والقارئ العربي عنده مشكلة مازال، ان هو الرواية التقليدية الكلاسيكية هي اللي بيروح لها، هي اللي بيحبها وهي اللي بيفهمها، وهي اللي الناشرين ممكن بيهتموا بنشرها. انا مش بحب ده. انا على المستوى الشخصي يعني ما بحبش اكتب كده، وبالتالي انا مهتم بالتجديد والتجريب. وفي كل الروايات اللي قروها هيلاقوا ان كل الروايات اللي الفيلم استعرضها كلها مكتوبه بتكنيكات روائيه مختلفه، وهذه التكنيكات غالبا ما بتكونش تقليديه، وغالبا ما بيكونش في شبهها قوي. يعني في نادي النيل الاسود السري انك بتكتب روايه فصولها مفككه وبتتجمع في الاخر وكانك بتلعب بازل، هتفهم في الاخر ايه الموضوع. في رابطه جري سليم العاشر اللي اشار ليها الاستاذ عباس، انا هذا تكنيك الكتابه، الروايه ثم الكاتب بيعقب على روايه، ثم هذا البحث اللي معمول فيها لا توجد
وانا يعني بقول ده بثقه ومش غرور، لا توجد روايه عربيه اتكتبت بتكنيك رابطه كاريس دي من 10. ومع نجاح هذه الروايات، اللي ان انا بحب اغير، فلما عملت بعد كده بوسطة عزيز دومت كان تكنيك مختلف، لما عملنا اخيرا مفتش مراجيح القاهره تكنيك مختلف. التكنيكات هنا وان كانت بتخلي القارئ الى حد ما نوعي شويه، يعني مش روايات شعبيه، يعني مش رواياتي، ما هياش الروايات اللي هتبيع 10 او 20 طبعا، لانها ما هياش روايه شعبيه لاي حد معدي، لكنها روايات نوعيه شويه، روايات ممكن تكون لقارئ متميز شويه او حد قارئ حقيقي من وجهه نظري، اللي هو قارئ اصلا عنده خلفيه عن القراءه، مش مجرد كده حد معدي. بالنسبه لي عندي طبعا من البدايه هدف، وبشوف ان اي كاتب لا يجب ان يكون له موقف ورؤيه واضحه. وانا يمكن مشروعي شويه يتجه اكتر للانسان، المكان هو جزء من الروايات بتاعتي، والمكان بطل من افكار رواياتي في كل الروايات، لكن الانسان هو البحث عن الانسان داخل الانسان، ودي مقوله ميشيل فوكو، وهي دي اللي انا مهتم بيها جدا بابرازها. الانسان بالذات اللي يعني شويه في الفتره الاخيره توجهت لشخصيات غير معروفه محدش يعرفها، وتبدا ان انت تكتب عنها، وده برضو نوع من الحاجه اللي انا بحبها، انك تكون مختلف ومتميز. وبالمناسبه قبل ما بكتب عن اي شيء او عن اي روايه لازم بقعد ابحث ان ما يكونش حد كتب عنها، مش مصر بس، كمان الادب العربي انا متابعه، فبالتالي ده بالنسبه لي نقطه مهمه، وبالتالي اي حد هيقرا رواياتي مش هلاقي اي فكره حد تطرق لها ابدا، ولا تكنيك كتابه حد اشتغل هذا الشكل. فحبل قديمه واحده مشدوده بالمناسبه اللي هي فازت بجائزه كثاره، هذه الروايه عن 3 شخصيات مختلفه بتعيش في 3 ازمنه مختلفه ما يعرفوش بعض، والرابط ما بينهم كتاب قديم روايه جين اير. هذا التكنيك ما كانش موجود في الروايه المصريه ولا العربيه. وبالمناسبه هذه الروايه فازت بجائزه الدراما، وهي اتنفذت مسرحيه هناك في قطر، لكن هذا التكنيك في السيناريو ما كانش موجود. اتعمل بعد روايتي هذا التكنيك مع مسلسل عمله عبد الرحيم كمال بعد روايتي بكام شهر، اللي هو اللي صار كان ماشي على نفس التكنيك. شكرا جزيلا. بس بعد اذنك يا دكتور سامح، احنا مش هنعقب بقى بعد كده على لان كده الوقت هيفور بينا. احنا قدامنا لا مختلف جدا. بعد اذن حضراتكم احنا قدامنا بالظبط 10 دقائق، فاستسمح حضراتكم بسرعه جدا، شهادات ما ينفعش ما نسمعهاش، فبسرعه جدا الاستاذ محمد خضير، اتفضل يا حبيبي. الحقيقه لما اتكلم عن الدكتور سامح الجباس ينبغي أن أتذكر صديقي دكتور الجيار، مدحت الجيار، رئيس إدارة القاهرة، الذي كان سألني وهو يعلم أنني من بورسعيد، فسألني كثيرا عن سامح الجباس. إذا سامح الجباس مؤثر. إن أنا شفت الفيلم صديقنا وزميلنا الفاضل إبراهيم عبد المجيد الروائي الكبير ابن اسكندرية، زميلنا في الثقافة الجماهيرية موجود في الكاتب. إذا سامح الجباس قيمة لا يستهان بيها. يعني أنا سألت عنك للأمانة عشان أعرفك. الله يرحمه كان حبيبي محمد لطش بأمانة. يعني محمد اداني خلفية طيبة جدا بشأنك، وبعد كده بقى الثلاثي الرائع اللي هم أنا بحبهم كثيرا، أستاذ السعيد صالح، أستاذ إبراهيم صالح، والأستاذ صلاح عسام. للأمانة من خلالهم أيضا تعرفت على الروائي القدير سامح الجباس. طبعا كل الشكر لملتقى عباس احمد ان هو
يقدم لينا النهارده حضرتك، والتكريم يعني انت اضافه لهذا التكريم بامانه يعني. دايما بالتوفيق يا دكتور حسام. شكرا يا استاذ محمد. فهو يعني احنا نستنى دلوقتي اثنين فقط. هنسمع الاستاذ اسامه المصري باذن حضرتك، عشان برضه يعني بنحب نسمع الاستاذ اسامه فيما لا يزيد عن دقيقه ونصف. اشمعنى بتيجوا تشتروا؟ طبعا انا بشكر الملتقى عشان تكريم الدكتور سامح الجباس كروائي متميز في القاهره ومصر وبورسعيد. الحاجه الثانيه طبعا الدكتور سامح شخصيه جميله، كاتب عظيم جدا وله اعمال جيده وحصل على جوائز كان المفترض انها تعمل لها تكريم، لان في ناس كتير بتحصل على جوائز ما تعملهاش تكريم. اخرهم نهاد السيد اللي اخرتها جائزه الدوله التشجيعيه في سينوغرافيا المسرح. النقطه المهمه والخطيره اللي عمله الدكتور احمد يوسف عزت في الجامعه انه بدا يعرف الجامعه بكتاب بورسعيد، وده انجاز انا بشكره عليه، وكل بورسعيدي المفروض يشكروا عليه، لانه في شخصيات عظيمه قوي اشتغلت في الادب والكتابه لابد يبقى موجودين في الجامعه يدرسوا بشكل اكاديمي الى جانب الندوات والمؤتمرات. فده شيء عظيم جدا يا دكتور احمد. اتمنى ان يبقى في بقيه الكليات، كليه تربيه نوعيه، كليه اداب، كليه تربيه، بقيه الكليات الثانيه لازم يبقى ده نموذج. النقطه الثالثه مساله انه دكتور سامح لديه قدره على انه يدير موهبته، واحيانا لديه القدره على تسويق موهبته، لكن المشكله ان عموم الموهوبين ما عندهمش هذه القدرات. ازاي تدير الموهبه؟ دي مساله صعبه جدا ملهاش دعوه بالكتابه. ازاي تسوق الموهبه؟ كنت اتمنى ان الدكتور سامح في هذه الندوه المبجله العظيمه يدينا بعض ملامح ازاي ادار موهبته بشكل جيد الى درجه انه اخذ اهم الجوائز العربيه والعالميه، كيف سوق نفسه بحيث ان كتبه بقت موجوده في اكثر من معرض. او دي نقطتين كنت اتمنى ان الدكتور سامح في الندوه يقول لنا، عشان الولاد اللي لسه في البدايات ازاي ادير الموهبه، ازاي اسوق الموهبه. اشكركم. شكرا استاذ اسامه. الاستاذ صلاح السيف والاستاذ ابراهيم صالح، وكده يبقى احنا استسمع حضراتكم النهارده، وللاسف عشان نستمتع بالجزء الثاني من فعاليه اليوم. أنا أولا بحيي الأستاذ عباس أحمد لهذا التكريم، بما أني صديقي العزيز دكتور سامح. والدكتور أحمد عزت قال جملة عجبتني أوي في الفيلم، بتقول إن الكتابة هي أشبه بعملية جراحية على جسد اللغة، ودي جملة رائعة جدا. يعني أنا بعتبر إن الكتاب عموما هي تجربة في اللغة، والرواية اللي بتعجبك هي الرواية اللي بينجح كاتبها في إنه عن طريق اللغة يقدر يوصل اللي هو عايزه يقوله. يعني اللغة في الحقيقة إن هي بطل الكتاب. الكتابة من غير لغة متعوب عليها وبتحتوي كل الخبرات القرائية السابقة للكاتب. ده شيء مهم جدا. بالنسبة لصديقي العزيز دكتور سامح، دكتور سامح نموذج للطموح عالي جدا، وعشق الكتابة اللي هو بدأ يعني يحكي لنا عنه. مشهد مكتبة مصر أنا عشته شخصيا، يعني أكاد أكون عملت نفس اللي عمله مع مكتبة مصر. وطبعا يعني يعرف الدكتور سامح، يعرف إن هو
لديه طموح عالي جدا انه يوصل لاقصى ما يمكن للكاتب ان يصل اليه، وده بيتجلى في قراءاته المتعدده، حتى انه يعني انا بطلت اشتري كتب لغزاره الكتب اللي عندي، ومعرفتي بالحركه الادبيه تنتمي الى ايه؟ يعني اخرها جيل السبعينات. فاللي عرفني بالاجيال الحديثه هو الدكتور سامع عن طريق اهدائه للعديد من الكتب الاجيال دي اللي كانت طبعا بيهديني بيها انا وصديقنا الاستاذ السعيد صالح ابراهيم صالح. يعني هو كريم جدا في مساله اهدائنا الكتب وتعريفنا باجيال يعني احنا ما نعرفهاش، يعني ان احنا كنا منتمين لجيل سابق من جيل الدكتور سامح. والحقيقه ان انا يعني سعيد بهذا التكريم واشكركم جدا يعني. انا مش بتكلم خالص. سامح مقصر حقنا. انا ما حضرتلوش مناقشه روايه غير من ايام الله يرحمه عاطف اللي هي اول ما نادي الادب اسمه اسامه عبد العزيز الله يمسك كل خير. فعايزين سامح الكتب بتاعته تتناقش عندنا الصالونات كتير يا دكتور. عايزين احنا نشوف احنا اللي نستمتع بيه، مش نستمتع بيه في مصر بس. وشكرا. الاستاذ كمال عموما ما بيقولش شهاده، بس دي غيرته على بورسعيد وحبه يعني. الاستاذ ابراهيم صالح. مساء الخير عليكم. احنا يعني تكريم اسم سامح الجباس هو تكريم لكل كتاب وروائيين بورسعيد. احنا طبعا بنهنئ انفسنا بهذا التكريم وبنتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح ومزيد من الابداع. يعني اسم كاتب من بورسعيد ان هو يلمع الوسط في الاوساط الادبيه ده بيخلينا مبسوطين، لان بالنهايه ده يعني كاتب بورسعيدي في الاخر وبينال نجاح، والنجاح ده في مدينه بورسعيد. احنا بنبقى متمسكين دايما ان احنا نتابع اصدارات الدكتور سامح الجباس لما بيطلع كتاب او روايه ونبقى عاوزين نقرا، فده بيبقى حافز لينا كلنا ان احنا بنتابعه وبيدينا حماس ان احنا نستمر. سامح الجباس مشروع ادبي كبير ونتمنى له ان هو يكبر اكتر من كده والتوفيق. شكرا حبيبي. سياده اللواء مسعد زبل. اتفضل يا سياده اللواء. حضرتك قلت ان احنا قبل ما نسلم الدرع حضرتك هتقول كده. اتفضل يا استاذ ساره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتنا القديم وذكرتنا بالمواطن الاستثنائي كما تعرفوا طبعا احمد والدك هجومي بلد. انا بوديك الان من عندياتي واني اشعل لغه واني وان وصفت النجوم قلائدا واذهبت عدلا للفضائل في الفن والادب والشعر، فما أنا إلا مالك بجهد الحرم. والدكتور سامح الجباس ذو فضل يحترم، ولكني أهدي ما أنا قادر عليه كما يهدى السحاب إلى البحر. شكرا. متشكرين جدا لحضورك استاذ محمد حسن قبطان المسرح. تحياتنا وتقديرنا لحضرتك. شكرا استاذ محمد مزروع على حضور حضرتك. مخلص ليك جدا يا استاذ محمد. مع الاستاذه ساره والفعاليه. الان حانت لحظه التكريم، فليتفضل الى المنصه لواء مسعد الزغل الاستاذ محمد خضير. استاذ محمد خضير محاسب مجدي مصطفى.
بس انت عايزه ماشي كله كويس. بس يا عم الفرقة المسرحية تجهز يا جماعة.